بدأ بعد قليل جلسات محاكمة سارة خليفة وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا قضية المخدرات الكبرى. وفي السطور التالية نرصد نص اعتراف سارة خليفة، حيث يتعلق الاعتراف بثرواتها وطبيعة حياتها اليومية وعلاقتها بأفراد التشكيل العصابي الذي يضم 27 متهما، من بينهم منتج فني، صاحب شركة، مقاولون، سائقون، وباعة، حيث تواجه سارة اتهامات خطيرة بتصنيع وترويج وبيع وتهريب المواد المخدرة إلى خارج البلاد. وخلال استجواب المتهمة سارة خليفة، كشفت عن امتلاكها 3 حسابات بنكية تتنوع بين حساب بالدولار، وآخر بالجنيه المصري، وحساب توفير. وأوضحت أن أرصدتها تقريبا كالتالي: 800 ألف جنيه في حساب بالجنيه المصري، 3000 دولار في الحساب الدولاري، 70 إلى 80 ألف جنيه في حساب إنستاباي. وأكدت أن إجمالي أرصدتها البنكية لا تتجاوز 905 ألف جنيه تقريبا، إلى جانب امتلاكها 500 جرام من الذهب، مؤكدة أن لديها فواتير شراء لتلك المشغولات. ورغم تواضع الأرصدة البنكية مقارنة بمستوى المعيشة، أفادت المتهمة بأن دخلها الشهري يصل إلى 500 ألف جنيه تقريبا، لكنها تنفق ما بين 100 إلى 150 ألف جنيه شهريا. وأوضح أنها تعيش بين دبي والقاهرة، وتتحمل مصاريف شخصية، وصيانات، وإيجارات، ومصاريف مدارس أبناء إخوتها، إلى جانب إيجار شقة شقيقها محمد البالغ 20 ألف جنيه شهريا، ومصاريف أولاده المدرسية التي تصل إلى 600 ألف جنيه سنويا. كما كشفت عن أقساط عقار تملكه في التجمع الخامس، تسدد عنها 300 ألف جنيه كل 3 أشهر، بالإضافة إلى دفعات أخرى كل 6 أشهر.